بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم عن برنامج الاي كلاود. لو رحنا على الاعدادات، اوكي، هذه الاعدادات. من الاعدادات راح نروح مباشرة على الاي كلاود. هذا الاي كلاود راح نتكلم عن ميزات وعيوب هالبرنامج. هو ما في عيوب، بس فيه سوء استخدام. طبعا من الاي كلاود نقدر نشغل تدفق الصور. لو عندنا اكثر من جهاز تنتقل الصور من جهاز لجهاز، بحيث اني لو صورت صور على الايفون هذا راح تنتقل على الايفون الاخر، او على الايباد، او على الماك بوك. البريد الإلكتروني، تصفح البريد. جهات الاتصال اللي هو الأسماء وما الأسماء. ننتقل مباشرة لجهات الاتصال اللي هو الأسماء، التقويم، تذكيرات، سفاري، ملاحظات. النسخ التلقائي هذا طبعا راح يطلع لنا كل شوي. أنا بالنسبة لي يطفشني وياخذ يستهلك البطارية، ما استخدمه. سلسلة المفاتيح، عندنا العثور على الآيفون. هذا تقدر تعثر على جهازك في حال انك فقدت جهازك. هنا تلقائيا ارسال الموقع لهذا الايفون عندما يكون شحن البطارية متدني جدا. يعني انه لو صار البطارية ضعيفة تلقائي يرسل لك موقع الجهاز، بحيث انه لو فقدت جهازك في مكان. من هنا زي ما قلت لكم ارسال اخر موقع للجهاز. في حال ان البطارية انخفضت تلقائي بيرسل لك الموقع حق الجهاز. نسيت جهازك في مكان، صارت البطارية ضعيفة زي ما هو واضح قدامكم الحين، بيرسل لك لوكيشن خاص بالموقع اللي فقدت فيه الجهاز. طبعا عيوب الاي كلاود. عيوب الاي كلاود: الاي كلاود تقدر تحدد مكانك، تقدر تعثر على جهازك اذا انفقد، تقدر تنقل بياناتك من جهاز لجهاز اخر. في ناس يستغل النقطة هذه، وخلونا نتكلم عن النقطة هذه في سنابتين جاية. اولا، في بعض الناس تيجي المحل تقول له افتح لي حساب اي كلاود، اوكي، يقوم فاتح له حساب، الايميل والرقم السري عنده. بالذات نتكلم عن جنس النساء، يصير عنده بيانات الشخص. لو شغل تدفق الصور أو معلومات الأسماء بيقدر يعرف مكان الشخص، بيقدر ياخذ الصور اللي صورها الشخص هذا ويبدأ فيها عملية ابتزاز وتهديد. يعني بمعنى صح أنه إذا شغلت تدفق الصور أو أي أحد من الخيارات السابقة، وكان الشخص الثاني يعرف حسابك، راح توصلوا بياناتك ومعلوماتك عن طريق الحساب. فاحرص أن حساب الاي كلاود يكون خاص فيك أنت اللي عملته، يكون كل البيانات عندك زي أسئلة الأمان تكون أنت اللي مسويها، والعملية كلها مشروحة على قناتي. من أهم الأشياء اللي لازم تعرفونها عن الآي كلاود إنه تقدر تزود مساحتك. إذا كانت هنا مساحتك 4 جيجا تقدر تزودها، بحيث أنك تقدر تأخذ نسخة كاملة للداتا الخاصة على جهازك وتنقلها على جهاز ثاني. طبعا تقدر تسوي شراء مساحة وتشتري عن طريق بطاقات الآيتونز. زي ما قلت لكم، الحساب الخاص بالاي كلاود يكون حساب شخصي انت اللي عملته، ما يكون عمل لك يا شخص اخر. والمزيد من الشروحات بحط قناتي على اليوتيوب فيها الشرح كامل، او من خلال حسابي على سناب شات الموجود على المقاطع.